السلام عليكم احلى متابعين واحلى عيله. النهارده جاي لكم بالبسيسه الجميله هريسه الذره بكذا خطوه. هتشوفوا معايا دلوقتي انا عملت فيها ايه، مرحله مرحله. هتشوفوا معايا الفيديو، ما تعدوش اي مرحله لغايه ما توصلوا للي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. 3 بيضات كبار او 4 صغيرين، ومعانا كوبايه عصير برتقال، ومعانا كوبايه سكر، نص كوبايه زيت على سمنه، كوبايه زيت على سمنه، وبشر برتقانه، وذره ملح، ومعلقه خل ما تنساهاش، وباكو بيكنج باودر، وسمسم. هنشوف مع بعض. جبنا دقيق كوبايه ونص من الدقيق الذره، وكوبايه ونص دقيق عادي، وباكو بيكنج باودر. هنحطهم على بعض، ولازم دقيق عادي مع دقيق ذره، ما نحطش ده لوحده وده لوحده. عليهم ايه؟ ذره الملح. هنشوف مع بعض خطوه بخطوه، وما تفوتوش ولا جزء من الفيديو علشان تشوفوا النتيجه اللي احنا شفناها في اول فيديو دي وصلنا لها ازاي. ودي اول مره تشوفوها على اليوتيوب عموما الطريقه دي. قلبنا مع بعض المواد الجافة، وهنشوف مع بعض خطوة بخطوة هنعمل ايه. جبنا الخلاط، هنحط البيض وعليه بشر البرتقال بدل الفانيليا. طبعا الوصفة دي ما فيهاش فانيليا، بشر البرتقال بدل الفانيليا احسن من الفانيليا كمان. اهو هنحط بعد كده عليه عصير كوباية البرتقال، وكوباية السمنة على الزيت، اهو نص ونص. كوباية سكر، ما تكتروش. هنشوف دلوقتي ايه ليه قلت ما تكتروش السكر، هتعرفوا دلوقتي. هنحط جزء من السمسم على الدقيق مع المواد الجافة، ونسيب الجزء التاني. دي اول خطوة في الفيديو عدينا. هنشوف بقية الخطوات ايه لغاية ما نوصل بقى للنتيجة دي. قلبنا الدقيق مع المواد الجافة كلها مع بعض، قلبناها البيكنج باودر والملح والدقيق والسمسم، ونزلنا عليهم بالمواد السائلة كلها اهو. وهنقلب كويس عشان ندخل كل المكونات في بعض. وفي السمسم في العجين قدامنا ده لازم ندخله في كل المكونات علشان خاطر ميبقاش في جزء وجزء. نقلب كويس. شايفين قوام الكيك عامل ازاي؟ دي هريسة بتبقى اتقل سنة من الكيك. هنجهز بقى صينية وندهنها سمنة، ونرشها بالدقيق كالعادة زي ما احنا متعودين، وننزل فيها الخليط كله. ان شاء الله النهارده هتشوفوا معانا وصفه هتعجبكم جدا، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله، وهتقول اول مره نشوفها واول مره ناكلها بالجمال ده. اهو نزلنا بالمكونات كلها اهو، الخليط كله في الصينيه، وما نهبطش الصينيه علشان ما تهبطش. دي كيك يا جماعه، مش هريسه. هي صحيح اسمها هريسه ذره وشكلها هريسه ذره، بس هي لو هبدناها هتهبط. فنزقها كده ونفردها في الصينيه زي ما احنا متعودين، ونكون مشغلين الفرن على درجه حراره 180 على حسب الدرجه اللي انت بتسوي فيها الكيك بتاعك. هنرش على الوش بقى السمسم اللي باقي، وكتروا السمسم علشان خاطر السمسم ده مفيد جدا في اوميجا 3، حلو قوي قوي للتركيز بالنسبه للاطفال وللذكاء وللمخ. فعلى قد ما تقدروا كتروا لهم الوصفات اللي فيها سمسم علشان خاطر يستفادوا منها، وخصوصا لما يكونوا اطفال يعني مش بيحبوا ياكلوا السمسم قوي. فحاولوا تحطوه لهم في وصفات هما بيحبوها علشان ياكلوه. بصوا شكل الصينيه بقت شكلها جميل ازاي، ولسه لما تدخل الفرن وتطلع بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا على قلوبكم من قبل ما تعملوها ان شاء الله. ولو ما تجيبوه تعملوها وتدوقوها هتبقى فعلا الف هنا وشفا، جميله 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 حقيقي. اهو الفرن طبعا سخن، هندخلها الفرن. وهي بقى في الفرن شوف هنعمل ايه بقى، هي دي الزيادة في الفيديو. هنجيب كوباية عصير برتقال وعليه كوباية سكر، ونحطهم على النار، ومش هنقلبهم، هنسيبهم بقى ايه يغلوا مع بعض كده. وطبعا مش هنحط ليمون علشان البرتقال موالح زيه زي الليمون، فمش هنحتاج الليمون. هنوطي عليه بقى ونسيبه لغاية لما يبقى شربات تقيل، يغلي بس غلوة، وما نقلبهوش عشان خاطر ما يسكرش. ونروح موطيين عليه زي اي شربات، هنعمله زي اي سيرب عادي، ونسيبه لغايه ما صينيه الكيك تطلع من الفرن. طبعا صينيه الفرن الكيك بتقعد ساعه الا ربع عندي. شوف بقى عندكم صينيه الكيك بتقعد وقت قد ايه، تسويتها نفس وقت تسويه صينيه الكيك. هتطلع بقى من الفرن، شوفوا بقى الشكل والجمال والريحه، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ريحتها وشكلها وطعمها، ولسه لما هشوف بقى نحط عليها السيرب هتبقى شكلها تحفة ازاي، بتلمع وهتطرى، بتبقى عاملة زي الهريسة بقى بالظبط. بصوا الجمال.
بصوا هو دافي والصينيه دافيه، ما اعتبرش ما طلعناش الصينيه على طول نزلنا عليها بالشربات ولا سيبناها بردت، يا دوب بس كده هديت دقيقتين تلاتة. بصوا انا بمسكها بقول لكم ان هي مش بارده، وفي نفس الوقت مش سخنه ملهلبه، يعني مش لسه طالعه من الفرن، والشربات برضو يعتبر دافي او سخن، يعني زي ما بنعمل كده ايه في الهريسه. طبعا نختبر الكيك زي ما احنا متعودين، نحط فيه خله او سكينه او اي حاجه، او نطلع كده علشان خاطر نتاكد ان الخله نضيفه وما فيهاش اي حاجه، يبقى كده كيك استوى. بصوا لازم نختبرها، ما ينفعش تاخد لون كده ونقول هي استوت ونروح حاطين عليها السيرب، ممكن يكون الفرن عالي ولا حاجه وتبص لا خدت لون من بره وفي النهايه ما خدتش السوا بتاعها. فلازم نتاكد بالخله دي ان هي استوت، ننزل عليها بقى بالشربات ونشوف الجمال بقى. بسم الله ما شاء الله، بصوا نورت ازاي، تحس نورت والله. شكلها في منتهى الجمال. الف هنا وشفا على قلوبكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنبصوا اول ما هننزل عليها بالسيرب بصينا لانها شربت السيرب كله، لانها كيكه ناجحه 100%. بسم الله ما شاء الله، الف هنا وشفا، هتعجبكم جدا، بس جربوها وقولوا رايكم ايه. نجيب بقى السكينه ونقطعها بقى بالورب كده زي ما بنقطع الهريسه، بس قطع كبيره شويه. يا رب اللي يكون وصل معايا في الفيديو لغايه هنا يكون حط لايك، وان شاء الله الفيديو عجبكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان العيله تكبر. بصوا بسم الله ما شاء الله طلع شكلها جميل ازاي، تحفه حقيقي تحفه. بصوا الجمال، يعني شكل وطعم وقيمه غذائيه وكل حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وحطيتوا لايك يا رب. اهو بصوا انا عماله افكركم اهو، انا كل مره بنسى بصراحه، بس المره دي افتكرتها كذا مره. بصوا كل ما تحطوا لايكات كتير للفيديو الفيديو ينتشر اهو بصوا الجمال، بصوا الجمال بصراحة حكاية حكاية. طبعا عصير برتقال ما ننساهوش مع الهريسة التحفة دي. الله الله الله، ما تنسونيش في دعوة حلوة بقى بعد ما تعملوها وتدعوا لي، حقيقي جميلة. ألف هنا وشفا عليكم وعلينا طبعا. بصوا الجمال بصوا الجمال، حاجة كده يعني تحفة وإيه يعني تفتح النفس، يعني ريحة وطعم وشكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد على قناة حواتنا كيتشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.